إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. الزواج أيها الكرام نعمة لكل من من الله عز وجل عليه بها، فليتق الله وليرعى الله عز وجل في هذا البيت الذي أقامه، وليكن هذا البيت على قواعد هذا الدين من الأمانة ومن الإحساس بالمسؤولية، حيث يتربى الأبناء على شرع الله عز وجل في بيت تحفه المودة والرحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة أيها الكرام، والفرق بين المودة والمحبة أن المحبة قد تكون من جانب واحد، لكن الله عز وجل قدر وشاء أن يكون بين الزوجين محبة متبادلة ألا وهي المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة عنصر لا تخلو منه الحياة الزوجية، بل عنصر جمالها وبقائها ودوامها. فتعالوا أيها الأحبة لنستكمل فقرات حفلنا للمسابقة والجوائز ومع الأستاذ أحمد صبحي. ما تسيبهم في الكيس احسن، سيبهم في الكيس احسن، كنت سيبها في الكيس احسن. محمد طلعش حد فوق وقع. تحية خاصة لكل شباب أبو داوود. بإذن الله جل وعلا معانا دلوقتي فقرة مسابقة. فقرة المسابقة دي أحسن حاجة فيها إن ما ينفعش واحد لوحده هو اللي ياخد الجايزة. هتبقى عبارة عن 6 أو 7 أسئلة، لازم ال7 ينتظروا بعض. لا اللي أنت بتشاور عليه يا حاج ده السحب بالآخر. يبقى فقرة المسابقة لازم ال6 أو ال7 اللي هيكسبهم لازم يستنوا بعض. لو واحد كسب أول جايزة أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس خدها ومشي ما ينفعش جايزة، مش هتكمل جايزة. أول سؤال في المسابقة في القرآن الكريم، السؤال بيقول وكله يركز: من هو النبي الذي ليس له أب؟ من هو النبي الذي ليس له أب؟ لا اللي هيرفع ايده وسؤال له يبقى يطلع. سيدنا عايز سيدنا عايز. فانت إجابة صحيحة النبي تعالى راح فين؟ انت ما خدتش الجايزة. أول جايزة خاصة لشباب أبو داوود كيس مكرونة. يبقى أول جايزة كيس مكرونة. السؤال الثاني وكله يركز. السؤال الثاني في القرآن الكريم: في أي سورة من سور القرآن ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد؟ في أي سورة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد،
بعد كده نخش على الصحابة. من هي اول من ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو احمد اتفضل. تبارك الله. ستنا حبيبي. أمه وبعدين جواب صحيح. ماشي. أمه وبعدين السيدة سويبة. جميل جدا. طب بعد كده اللي خد قبل خالد؟ لا ما هو الجايزه ليك انت بقى. لا اللي خد قبل كده لا ما ينفعش كده يبقى البعض الجواز. ما هو واحد خد مكرونه والثاني خد المرق. انت عليك الغسيل وانا عليك إجابة صحيحة. بعد كده خلاص أول واحد طلع هو كان أول واحد ليه السبق بإن هو يتنازل عن الجايزة ويسيبه لحد تاني. بعد كده نقول إيه السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول من هو الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبه كل الناس فأحبه كل الناس؟ سؤال صعب شوية لكن أنا سامع إن في حافظ القرآن كريم كتير فإن شاء الله حد يجاوب. انت عطل. لا انزلوا وبعدين هنجاوب. الشاب اللي طلع لينا شاب من الشباب بيقول هو الصحابي انس بن مالك لكن للاسف الاجابه خاطئه. مين يعرف ابو احمد؟ عطل. هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد. إجابة خاطئة. مين يعرف؟ الشباب اللي ورا هذا عبد الرحمن أو اللي بعد عبد الرحمن. تعال اتفضل. لا الصحابي الجليل زيد بن حارثة. إجابة خاطئة. مين يقول؟ أبو أصفر. هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إجابة صحيحة. يبقى السؤال من هو النبي؟ من هو الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبه كل الناس؟ هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أول واحد مكرونة والثاني مرقة وما تنفعش المكرونة بعد ما جاءت إن هم ياكلوا بالشوكة. السؤال اللي بعد كده. طب تعالوا ناخد سؤال فقهي. لغز من الالغاز الفقهيه. لغز يعني اذا كل الشباب ان شاء الله يجاوبوا عليه. اللغز بيقول ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة ولا تجزئ فيه مكان الفريضة. صلاة الفريضة مكان لو صليت فيه صلاة نافلة زي السنة تنفع، انما لو رحت تصلي فيه فرض من الفروض الخمسة ما تنفعش. إجابة صحيحة. هو الكعبة، هي الكعبة المشرفة، المكان الذي يجوز أن تصلي فيه صلاة نافلة ولا تجزئ أي لا تجوز صلاة الفريضة هي الكعبة. بعد كده بعد ما خلصوا الأكل وخدوا الشوكة بعد كده يغسلوا إيديهم الأربعة بإيه؟ بصابونة. طب تعالى آسف اتفضل تعالى. لا هتاخد أحسن منها. ما كانش ينفع المكرونة المايعة من غير ملح. آسف ده خطأ مني أنا. بعد كده الحديث الشريف. هنقول حديث واللي يجاوب عن الحديث واللي يكمل الحديث صح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد. طب اللي معهوش لاقي نصف تمرة عشان يتقي بها النار يعمل ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد. الناس اللي قاعدة على الكراسي تبارك الله قعدت واستريحت ومفيش حد رفع ايده خالص. تبارك الله. اي حاجة عاوزين شيء من الشيخ كده اتفضل يا شيخ. تعال. الشباب خدوا ما يقرب من 5 جوائز تبقى الشيوخ حتى نهضمهم حقهم. قال رسول الله اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد
وبكلمة طيبة. إجابة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وبعد كده ينجو من عذاب الله جل وعلا. بعد كده اللي كان واخد قبله كان خد الملح، بعد كده خلصوا الأكل بس الشيخ يتكرم ويستلم منا صبنا بحيث كلهم يغسلوا ايديهم وما نحرمهمش. بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو تعطف واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من جاء بشيء خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لا يقبله الله ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده البريل بحيث ان هم يغسلوا الصحن اللي كانوا بياكلوا فيه، بس لسه ما ينفعش، لسه تكملة البريل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله تعالى. من هم الأولياء؟ كتير بنسمع كلمة الولي ويقول لك الشيخ دوت ولي من أولياء الله الصالحين. قال رسول الله أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا، يعني أول ما تشوفوا إيه اللي يحصل الولي دوت، أول ما تشوفوا إيه اللي يحصل. قال رسول الله أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا. عاوزين حد من السنبلاوين، تلاقي حد من الحصينة ومن أبو داوود. السنبلاوين أقصى اليمين ممكن أي حد يجي. طلع حد يا شيخ شريف مش يوم. طب اي حد يقول تعالى يا شيخ حسام كفر الامين. معلش لابد نكرم كله، يعني اكرمنا اهل ابو داوود واكرمنا اهل الحصينه، تبقى ابن سلام. تفضل يا شيخ. الذين اذا رؤوا ذكر الله. اجابه صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الله تعالى الذين اذا رؤوا، اي الذين ان رايت وجوههم ذكرت الله جل وعلا. لم يتبقى سوى البريل خدوا، بعد كده الصابونه والسلكه بحيث ان هم يكملوا الصحن. وان شاء الله جل وعلا نلتقي في افراح تقوم على طاعه الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.